السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي اتم صحة وفي اسعد حال دايما يا رب. بجد سعيدة بكل تعليقاتكم، واكتبوا لي دايما في التعليقات اخباركم ايه، لان بجد بحب اطمن عليكم، وبجد وحشتوني قوي وبحبكم جدا جدا. واللي طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنتات، واللي مش عامل اشتراك لو سمحتوا اعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس لان القناة بتكبر بيكم. دلوقتي بقى نسمع الرسالة بتاعتنا. الرسالة من حبيب حاسس بالذنب جدا تجاه حبيبته، فحابب يوجه لها رسالة يوضح لها اللخبطة اللي هو فيها والمشاعر اللي حاسس بيها. وبيتمنى ان هي تفهمه وتقدر موقفه، ونفسه ان الامور ما بينهم تستقر. فبيقول لها ان هو بيحبها جدا. بيقول لها: حبيبتي، انا عارف ان انا تعبك وان انا مقصر معاكي، بس صدقيني كل اللي انا فيه ده غصب عني، وبجد مش عارف ممكن احل المشكلة دي ازاي. بس حقيقي انا محتاجك قوي تكوني جنبي الفترة الجاية دي، لان انا حاسة ان وانتي بعيد عني بكون شخص ضعيف جدا، شخص مش عارف افكر كويس، ببقى تايه، افكاري مش مرتبة، وفي نفس الوقت بحس ان في حاجة كبيرة قوي ناقصاني. وجودك جنبي بيديني امان وبيديني قدرة ان انا اعرف اصيغ افكاري بشكل سليم، وان انا افكر في الحاجات الجاية واحط خطة لحياتي عموما. بس سبب المشكلة اللي انا فيها دي مع الاسف اقرب ناس ليا. سبب المشكلة اللي انا فيها دي اهلي، واللي هم انا مش فاهم هم بيعملوا معايا كده ليه. ممكن علشان طريقة تفكيرنا مختلفة، هم شايفين ان هم صح طول الوقت وانا مع الاسف مش زيهم. انا شايفه ان هما بيفكروا بطريقه قديمه ما تناسبنيش، بيتكلموا لغه انا حاسس ان انا مش فاهمها. احنا الاتنين من اجيال مختلفه، هما ليهم افكارهم وانا ليا افكار تانية خالص. انا شايفه ان انتي الانسانه المناسبه ليا، الانسانه اللي هقدر اعيش معاها واكمل حياتي بشكل يخليني سعيد ويخليني مبسوط. وانا شايف ان ده الهدف الاساسي من اي علاقه ما بين اتنين، ان الاتنين يكونوا مبسوطين وبيحسوا بسعاده. هما مش شايفين كده، شايفين ان هما اللي لازم يختاروا لي الانسانه اللي هعيش معاها، هما اللي يحطوا خطه حياتي الجايه هتكون شكلها ايه. يعني انا مش شايف ان دي حاجه صح. شايفين ان انا لازم افضل تحت جناحهم طول الوقت. انا شايف ان الصح ان انا اتحرر منهم، يكون لي حياتي المستقله، مش ان انا اقطعهم ولا مرضاش اسال عليهم ولا اروح ازورهم. بس لا، انا اللي اقرر شكل حياتي يكون ازاي، شكل بيتي يكون عامل ازاي، هشتغل ايه، هصرف على بيتي ازاي، هربي ولادي بطريقة عاملة ازاي، هعلمهم ايه. كل الحاجات دي انا اللي شايفها دي من حقي انا، ده حق طبيعي. هم مش شايفين كده، يمكن عشان احنا يعني في مكان مختلف، او هم متربيين في الارياف وشايفين ان ايه المشكلة يعني لو انا اعيش معاهم في نفس البيت. انا رافض فكرة بيت العيلة، وشايف ان نماذج كتير قوي حواليا من صحابي كان ليهم تجارب ان هم اتجوزوا في بيوت عيلة بس ما كانتش الحياة كويسة. فانا بجد شخص ابعد ما يكون ان هو عايز مشاكل. انا عايز اعيش في سلام وفي هدوء، اروح الشغل، ارجع من الشغل الاقي مراتي في البيت مستنياني، مجهزه لي اكل، معايا ولادي قاعدين. مش عايز امك قالت، مراتك عملت. دي اكتر حاجة ممكن تخنقني وممكن تخنق الزواج عموما. هما مش فاهمين كده، شايفين ان انا كده ابقى ابن عاق، وان لو البني ادمة اللي انا هتجوزها مش هتكون تحت جناحهم هي كمان يبقى ما تلزمهمش. مش قادرين يفهموا فكرة ان انا بحبك، وان انا اخترتك انتي علشان شايفة ان انتي شبهي، وان انتي بتكملي الناقص اللي عندي. فانا وانتي اتنين بنكمل بعض، وحياتنا مع بعض هتكون احسن ما يكون. هما مش فاهمين ده. انا معاكي بحس ان انا انسان مليان طاقة ايجابية، مليان طاقة ان انا ادي واشتغل واعمل وابني حياتي من جديد. هما طول الوقت بحس ان هما مكتفيني، حابسين افكاري، مش ببقى معاهم على راحتي. ولو اتجوزت بنفس طريقتهم وبنفس الشكل اللي هم عايزينه هتبقى مراتي برضو بنفس دماغهم، فمش هنبقى حياة. وبعدين انا ما ينفعش اتجوز غيرك اصلا. انا مش شايف ان في ممكن واحدة تانية تملى قلبي وتملى عقلي زي ما انتي عملتي.
انت الانسانة اللي بتجري جوه دمي. بحس ان ربنا خلقك اصلا ليا، فما ينفعش تكوني لحد تاني. المشكلة في بعض الناس انها بتوقع ما بيننا، انها بيروحوا يقولوا لهم كلام مش صح عني، وبيقولوا لهم صورة كمان عنك مش كويسة، فمخلينهم معترضين اصلا من قبل ما يشوفوكي ومن قبل ما يتعرفوا عليكي. ده مخليني انا تحت ضغط عصبي كبير جدا، مش عارف اهرب منه ازاي. وده بيخليني اوقات كتير قوي بكون بتعامل معاكي بشكل ما يليقش بيكي، بيخلوني عنيف معاكي. مش عارف اوصلك الفكرة ازاي. ساعات كنت بخاف اتكلم معاكي وفضفضلك في الحاجات دي، عشان مش عايزك تكوني حزينة او متضايقة. مش عايزة اقولك ان اهلي رافضين فكرة جوازي بعيد عنهم. اهلي رافضين فكرة ان انا اتجوز واحدة مش هما اللي مختارينها، فكنت بفضل ان انا احتفظ بكل الحاجات دي في نفسي. بس كان غصب عني بيطلع معاكي في صورة عصبية. بنفعل عليكي، واكيد ده بيضايقك وبيخليكي تفتكري ان انا حبي ليكي قل او اتغير، او ان انا ما بحبكيش من الاساس. لكن صدقيني انا عمري ما حبيت حد غيرك، ولا ناوي احب حد غيرك اصلا، لان ما ينفعش. انا وانتي بحس ان احنا الاتنين بنكمل بعض. بحس ان انتي حتة مني، ما ينفعش ابدا استغنى عنك. انا لو استغنيت عنك كأني بالظبط بستغنى عن روحي، ومحدش يقدر يعيش من غير روحه. اذا كنت في الفترة الاخيرة دي كنت عصبي، فبسبب كل اللي انا قلتهولك ده، بسبب ان انا دماغي طول الوقت شغالة في ان ازاي ممكن ارضي اهلي من غير ما اجي عليكي، ومن غير ما اخسر حياتي، من غير ما اخسر نفسي. بس مش عارف اوصل لحل. فبجد محتاج منك انك تسامحيني على اسلوبي معاكي الفترة الاخيرة، وعلى عصبيتي الغير مبررة، وعلى اهمالي اوقات. بس اللي يغفر لي اكيد عندك ان انا ليا رصيد كتير قوي، وواثق ان انتي فاهمة ان انا بحبك ومصدقة ده جدا. واكيد كل ده هيخليكي تسامحي، ويخليكي تقدري تلاقيلي عذر، وتصبري كده وتدعي معايا ربنا ان يهديهم، ونعرف نلاقي حل ومخرج للمشكلة اللي احنا فيها دي. لان انا بجد عايش اسوأ فترات حياتي الايام اللي فاتت دي، ومش عارف هكمل ازاي الايام اللي جاية لو هم فضلوا على موقفهم. وانا برضو موقفي عمره ما هيتغير، لاني عمري ما ابدا ما هفكر ان انا اسيبك او ابعد عنك. انتي روحي وحياتي، انتي الانسانة اللي علشانها ممكن اضحي باي حد. هم اهلي وانا مش هضحي بيهم ومش هقطعهم. بس مش عارف، انا في حيرة كبيرة قوي. انا مش عايزك تفتكري ان انا بقولك الكلام ده كنوع من انواع الهروب، او ان انا بحاول اضيع وقت او اتسلى ومش لاقي حاجة فبقولك كده علشان ابعد عنك. صدقيني انا بعمل كده عشان اقرب منك اكتر. انا بحاول الاقي حل ان احنا ازاي نقدر نفضل مع بعض بشكل طبيعي، ان احنا نكمل حياتنا مع بعض من غير ما ياخدوكي مني او يبعدوني عنك. انا حقيقي حزين وبائس، طاقتي وحشة قوي، مش عارف اعمل ايه. فانا محتاج منك انك تصبري عليا، وتدعي ربنا وتفكري معايا ان احنا ازاي ممكن نحل مشكلتنا دي. لان هم اهلي زي ما قلتلك، انا مش هبعد عنهم، بس خلاص انا وصلت القرار ان انا بحاول معاهم وبتكلم معاهم. لكن لو فضلوا مصرين على موقفهم، فانا ما قداميش حل غير ان انا اختار نفسي واختار حياتي. وهم ليهم عليا ان انا كل وقت اسال عليهم واطمن عليهم، ولو محتاجين حاجه هعملها معاهم، ان انا هبرهم مش هقطع بيهم. بس اكيد ده غصب عني فرض عليا ان اكون متوتر الفتره دي، فسامحيني واعذريني، واوعدك ان خلاص قريب قوي المواضيع دي كلها تنحل، وقريب قوي هنبقى مع بعض ونعيش مع بعض اللي فاضل من عمرنا. لان انا بحبك، نكمل مع بعض لاخر العمر. انا عايزه اعيش معاكي طول الوقت، وعايز عيالي يبقوا منك انتي. بحبك يا اغلى عليا من نفسي. وبكده تكون انتهت رسالتنا النهارده، رساله من حبيب بيعاني، موجوع، متشتت. ربنا يلهمه اللي فيه الصواب واللي فيه الخير ليه ولحبيبته، ويجمع شمل كل الأحبة. واستنوني مع رسالة جديدة. السلام عليكم.